السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي يومية احلام. اليوم جبت لكم وصفه زوينه ولذيذه. كيف كتشوفوا حريشه ديال السميد كتجي رائعه واقتصاديه وناجحه معكم 100%. كتجي رطبه وهشيشه وكتجي بنينه. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. الا كنتي اول مره كتشوفي هذا الفيديو ما عليك غير تشتركي في القناه وتكليكي على الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو في المقادير 2 بيضات يكونوا كبارات يكونوا على درجه حراره المطبخ. غادي نحتاجو كاس ديال الماء يكون دافي، كاس ما عامرش ديال الزيت بحال كاس لاروب، وكاس ديال السنيده يكون عامر، وكاس ديال ياغورت، وجوج خمارات وفاني وشويه الملح. غادي نبداو نضيفو 2 بيضات، غادي نضيفو عليهم فاني مع التحريك، غادي نضيفو عليهم شويه الملح، ومن بعد غادي نبدا نضيف عليهم بشويه بشويه سنيده، سكر سنيده كاس يكون عامر. من بعد كنبقاو نطربوه مزيان غير بهذا الطراب اليدوي حتى كيتبدل اللون ديالو كيولي بيض. ومن بعد كنضيف عليه بشويه بشويه الزيت، كاس لاروب ديال الزيت كنبدا نضيفو غير بشويه حتى كنكملوا الكاس كامل مع التحريك. ملي كنبقاو نحركوه مزيان من بعد كنضيف عليه ياغورت، اي ياغورت طبيعي اولا كاس الحليب. الا ما كانش متوفر عندكم ياغورت تقدروا ديروا كاس ديال الحليب. كنخلطوا هاد المكونات كاملين اللي درنا وكنضيفوا عليهم كاس يكون عامر ديال الماء يكون دافي. مع دابا الحال بارد خاص ضروري ندفيوه شويه باش حتى الحلوى ما تجيناش هابطه. وصافي دابا كنبداو نضيفوا عليه السميد. غادي نديروا الكاس الاول، راه ضفتوا الكاس الاول، غادي نديروا الكاس الثاني كامل حتى هو يكون عامر ديال السميد. ضفت 2 خمارات، غادي نحرك هذا الخليط كلشي كامل. زدت عليهم معلقه صغيره شويه ديال الخل، وزدت عليهم غادي نشوف معكم غادي نزيد معاكم نص كاس ديال السميد. يعني في الطوطال كلشي في المجموع ديال السميد شحال هزت لينا تقريبا 2 كيسان ونص ديال السميد، كيسان ديال العنبه. صافي كنبقاو تحريك حتى كتولي لا تيكستور ديالها بحال هكايا، كتكون ما خفيفه ما ثقيله مع السميد دغيا كيشرب. صافي كنديرو في المول اللي كنكونوا دهناه قبل ورشيناه بالسميد. صافي نديروه فوق المول وكنديروه في الفران يكون سخون على درجه الحراره 180. كطيب لينا من التحت حتى كتحمر ومن بعد كطيب من الفوق. كيف كتشوفوا راه طابت لينا من الفوق. وكنسقوها كنخليوها حتى تبرد وكنسقوها باش ما بغيتو. انا درت غير الماء والسكر، كاس ديال الماء مع 2 معالق ديال السكر وسقيتهم بها حتى كتبرد. كيف كتشوفوا كتجي رطبه وهشيشه مع ديك السقوه. تقدروا ديروا في بلاصه ديروا السكر وتزيدوا عليها نسكافي اللي بغيت نسمها بشي حاجه، اولا الحامض ينسمها بشويه الحامض حتى هي كتجي زوينه. كيف كتشوفوا كتجي هشيشه ورطبه، وغير جربوها على حسابي كتجي زوينه ورائعه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ولا كومونتيرات زوينين، واقترحوا لي في لي كومونتير الا بغيتوا شي وصفه جديده نديرها معكم قولوا لي ونديرها معكم اقتصاديه وبصحه وراحه.